السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انت هتاخدي حسنة وانا هاخد حسنة. انا فكرتك وانت قلتي ورايا احنا الاتنين هناخد حسنات، اللهم زد من حسناتنا يا رب. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. بصوا بقى يا جماعة، انا عايزة اقول لكم على حاجة. انا بقى لما باجي اسجل الصوت دي بتبقى اصعب حاجة انا بعملها يعني. لاني كنت الاول برتب الكلام ومش عارفه ايه وكده. بس انا قلت لا، انا هتكلم الكلام اللي في قلبي، يعني اللي هيبقى ليا عايزه اقوله لكم هقوله لكم. فانتوا بقى طبعا اخواتي وصحابي، وهتبقوا مقدرين الموضوع دوت ان انا بتكلم اللي في قلبي عادي. مش هفضل لسه برضو اقعد ايه ازوق الكلام بقى ولا اجمل الكلام ولا الكلام ده كله. انتوا اخواتي وصحابي ومفيش اي حاجه. تمام. انا يعني خارجه، يعني عامله القناه دي علشان عايزه يبقى ليا صحاب واخوات، وان احنا يبقى في تواصل ما بيننا. ماشي يا جماعه. المهم بقى عايزه اقول لكم ان انا كنت راجعه من الشغل. انا حابه يعني ثواني بس هقول لكم حاجه كمان. انا حابه ايه اللي هو يعني احكي لكم يومي حصل فيه ايه، فاهمين؟ اللي هو يعني حابه اني انا بصور لكم كل يوم. لو انتوا بقى متابعيني قوي هتبقوا ملاحظين ان انا بنزل فيديو كل يوم، مفيش يوم بتاخر عليكم فيه، علشان خاطر ببقى عايزه ان انا احكي لكم كل حاجه حصلت في يومي. فانا بقى يعني النهارده هحكي لكم النهارده حصل ايه. بص بقى، النهارده كنت راجعه من الشغل، بصوا لابسه يعني بلبس شغلي زي ما هو. وكان اليوم ده بقى يوم اجازه كريم. اللي هو بقى ايه، انا ما خططتش خالص ان انا هعمل اكل ايه ولا الكلام ده كله. يعني نسيت مش نسيت، هو احنا كنا متفقين ان احنا هناكل بره، وجدت بقى في الظروف ظروف، وبصراحه كسلت وما قدرتش ان احنا نخرج يعني كده. وقلت بقى خلاص بقى نلم نفسنا شويه. مش هينفع يعني خلاص في الغلا اللي احنا فيه ان احنا بقى ايه كل اجازته ان احنا نخرج ناكل والكلام ده كله. لا يعني كفايه كده، اللي هو لا خلاص ممكن ناكل عادي جدا في البيت ومفيش اي حاجه، مره بقى في الشهر او كل شهرين كده نبقى ناكل بره. هتقولي لا لا ده كتير ومش كتير. لا يا جماعه مش كتير. احنا يعني العيشه دلوقتي بقى صعبه جدا. انا والله العظيم يا جماعه بصوا، انا ما اضحكش عليكم، انا ما بشتريش حاجه يعني. ما بنزلش واشتري وابقى عارف الاسعار وكده. فلما باجي بقى ايه يعني كريم يعني ربنا يخليه هو اللي بيجيب لي كل حاجه. بس ده بقى لما باجي انزل واشتري مثلا حاجه وابقى عارفه سعرها مثلا من ايام وانا في بيت ماما مثلا، او جبتها في اول جواز مره ولا كده. وباجي اسال مثلا طب كام حضرتك؟ يقول لي سعر، يجي لي صدمه اللي هو ايه ده في ايه. وببقى مصدومه اللي هو ليه سعره غلي كده. بس طبعا عشان انا ما بشتريش فما ببقاش عارفه برضو ايه السعر وكده يا جماعه. المهم بقى قلت خلاص. انا ما كنتش عامله بقى طبعا حسابي ان انا هاكل في البيت، وما كانش في دماغي ان انا اعمل حاجه. المهم لقيت بقى عندي هيستوري. لا ما بصوا، مش انا اللي لقيت عندي سوري. كانت مامة كريم طلعته لنا عشان ايه ما نتلخبطش برضو في الكلام. مامة كريم كانت جايبه لنا عيش سوري يعني، فراحت طلعت. قلت ايه طب والله كويس. كان عندي بقى انا قطعتين بانيه، وكان عندي البطاطس، وطبعا عندي كان عندي موتزاريلا وزيتون. قلت خلاص انا هعمل بقى عيش سوري. بصوا والله العظيم يا جماعه، شوفوا ممكن تكون بالنسبه لكم اكله بسيطه، بس والله يعني كنا والحمد لله شبعنا وكمان ايه. كريم قال لي تسلم ايدك، يعني كانت اكله حلوه. بصوا سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده قطعت البطاطس وحطيتها على النار. تمام. وايه في نفس يعني على البوتاجاز كده بقى ايه، حطيت برضو طاسه صغيره بالزيت علشان خاطر ايه احط الفراخ ان هي تتشوح، اديها كده تشويحه علشان انزل بيها زي ما انتم شايفين بقى كده نزلت بالفراخ في الزيت. تمام. علشان خاطر ايه تبقى جاهزه معانا عشان احطها ايه في العيش السوري. المهم بقى سبتها كده ايه تتشوح، ونزلت عليها بهارات الفراخ. بهارات الفراخ دي حلوه قوي يا جماعه. لو انت مثلا جنبك كارفور او بتروحي في كارفور وكده، جايباها من كارفور وكانت حلوه قوي. طبعا انتوا عارفين ان انتوا بتاخدوا اي كميه باي سعر انتوا عايزاه. وبتبقى كده ايه اقلبها. المهم البهارات الفراخ دي اديتها طعم حلو يعني، اديتها طعم كده معرفش مميز. بحس حتى لما بحطها في البانيه بتديله طعم حلو. نزلت كده بباربيكيا عشان قلت ايه مش عايزاها تبقى الفراخ بيضه، عايزاها كده مثلا فيها لون محمر كده شويه كده. فالباربيكيا هتخليها ايه اللون بتاعها محمر. بصوا انا كنت بوريها لكم كده اهو. قلت بقى كده خلاص البطاطس خلاص قربت تطلع، والفراخ خلاص برضو استوت كده. بصوا انا بطلع معاكم اهو البطاطس كانت تحمير يا جماعه وكانت حلوه قوي. بصوا طلعت بقى كده البطاطس، واحده وقعت مني قلت انزل اجيبها يعني، قلت حرام برضو. حطيت بقى عليها ملح كده عشان خاطر الاكل يبقى مملح كده، ما يبقاش ايه طعمه مش حلو. بصوا بقى العيش السوري، بصوا عامل ازاي حلو ازاي.
لا لازم يا جماعه والله ان شاء الله اجربه، يعني لازم اجرب العجينه بتاعته كده واعمله في البيت اشوف هيعمل ايه. جربت قبل كده الكريب، عجينه الكريب يعني، بس مش عارفه. عامه أنا عادي جدا ان حاجه ما تطلعش معانا من اول مره حلوه، لازم نجربها مره واتنين وتلاته علشان خاطر ايه تطلع معانا حلوه وما نملش، يعني ما تمليش اللي هو هي طلعت بس، يعني هي طلعت يعني ايه اول مره لا طلعت اصلي مش حلوه ما ظبطتش، لا عادي. بس اهم حاجه الكميه اللي انت بتحطيها تحطي كميه قليله. يعني انا هجرب حاجه جديده عليا اول مره اعملها، ما اجيبش بقى مثلا مثلا دقيق، ما اجيبش مثلا كيلو دقيق واعملها، لا نجيب مثلا كوبايه دقيق، نعمل حاجه بكوبايه دقيق، تبقى حاجه بسيطه يعني، فاهمين؟ المهم كده خلصت اول يعني عيش سوري يعني اول لقمه. تمام، وايه جبت الطاسه بتاعتي ورحت حطيت فيها ايه زيت، وايه ورحت حطيت فيها السندوتش العيش السوري. بصوا بقى يا جماعه، جبت هو تاني اول حاجه بحطها الموتزاريلا. هنحط ليه بحط الموتزاريلا من تحت، بحطها من يعني من اول طبقه علشان خاطر هي تسيح معانا. لما هتحطيها من في اخر طبقه ماشي مش هتسيح معاكي وهتبقى لسه برضو فاهمه مش هتدي معاكي الشده. بصوا بقى انا هنا حطيتها في اول طبقه من تحت وحطيتها في الاخر برضو، فاهمين؟ وبعد كده رحت جبت الجزء دوت والجزء دوت زي ما انتوا شايفين معايا كده في الفيديو بالظبط. تمام، هعمل واحد تاني معاكم اهو. بصوا شوفوا بقى، عايزه اقول لكم شايفين كميه البطاطس؟ انا ممكن اكون عامله 3 بطاطسات او 4، مش فاكره والله. تمام، عملت معايا مثلا ست عيش سوري. انا عن نفسي كلت واحد ما قدرتش اكمله، فعايزه اقول لكم ان هو بيشبع جدا، واعملوه بقى برضو لاولادكم برضو. بصوا حطيت الجبنه الموتزاريلا وبعد كده البطاطس وبعد كده الفراخ، وحطيت الزيتون بيديلها طعم حلو قوي، وحطيت كمان كاتشب. بصوا انا كنت اصلا عايزه اعمله بالاسمه ده، كنت عايزه اعمل توميه وكده، بس ما كانش فيه وقت. انا كنت اصلا راجعه من الشغل متاخر وكان هما لسه برضو مفطروش، فكنت عايزه يعني انجز وقتي على طول، فبرضو والله من غير توميه برضو طعمه حلو. تمام، بصوا بقى كمان حلو قوي ان انت يبقى عندك جريل. بصوا يا جماعه الجريل ده انا كنت جايباه من مثلا سنتين، كنت جايباه ب100 جنيه من سنتر شاهين، فممكن دلوقتي مثلا يبقى 150 جنيه في الغلا يعني. بس هو حلو والله، هيعمل لك نفس شكل العيش السوري، نفس التسطيره بتاعت العيش السوري اللي هو بتاع بره. تمام، ابتدي. بصوا انا بوريكم كذا مره عشان في ناس ما بتعرفش تلفه، فادين يعني بوريكي هو بيتلف ازاي. عادي جدا ان احنا نتعلم من بعض يعني. بصوا الجبنه اللي انا كنت مطلعاها خلصت، رحت برضه جبت كيس الجبنه ورحت ايه عملت. بصوا والله عارفين يا جماعه كيس الجبنه ده كنت بجيبه ب45، دلوقتي كريم بيقول لي بقى ب95. اللي هو ايه ده، في ايه؟ يلا ربنا يرحمنا ان شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا يعني ايه نعمل الحاجه المناسبه لينا، فاهمين ازاي؟ اللي هو يعني ما نبقاش مبذرين، عشان انا شايفه الايام دي في تبذير غير طبيعي يا جماعه. امال فين الناس اللي شغاله تقول معناش والكلام ده كله؟ فيعني برضو احنا كمان نحاول اللي معاه يدي اللي معهوش، علشان خاطر ايه الدنيا تمشي كده يا جماعه. والله في ناس كتير بتصعب عليا، ربنا يا رب يقويهم، يا رب يرزقهم، يا رب يرزق كل الناس. يعني احنا طبعا احسن من غيرنا بكتير، في ناس يعني الله يعينهم على حالهم والله، ما بيبقاش فعلا معهمش ان هم يجيبوا ابسط الاشياء اللي هو الفول والطعميه، يعني ما بيبقاش معاهم، فبجد بتبقى صعبه قوي. ربنا يرزق كل الناس والله. انا بفضل اقعد ادعيلهم، بس الموضوع ده بيبقى مؤثر فيا قوي يا جماعه، مش عارفه ليه. الحمد لله يعني، انا بقول دايما احمد ربنا واقول الحمد لله. يا جماعه ما نبصش للي معاه، لا نبص للي اقل مننا عشان نبقى راضيين بعيشتنا. بس بقى هو كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، ابتديت بقى ايه ان انا اقلبه علشان ياخد يعني ياخد الوش والظهر والجناب، فاهمين؟ لازم الجنب برضو ياخد نفس التسطيره دي. فعايزين بصوا بقى كمان عايزه افكركم بحاجه عشان برضو ما انساش، ان شاء الله من فيديو جاي ان شاء الله هعمل معاكم بقى حصاله علشان خاطر نجيب. بصوا اي حاجه كده في رمضان نفرح بيها. انا ما بحبش بقى نظام يا جماعه البهرجه بقى في رمضان والكلام ده كله، مش البهرجه في الاكل والشرب والكلام ده، ده طبيعي ان احنا مش هنعمله، ولكن ان انا ما اجيبش بقى كميه زينه بشوفها الناس بتنزلها في الفيديوهات يعني، اللي هو ايه يا جماعه مش كده يعني، مش بالطريقه دي. البساطه حلوه، يعني مش لازم نجيب كمية الزينة دي كلها او نجيب، لا احنا ممكن هنعبر عن فرحتنا برمضان بحاجة بسيطة جدا، يعني حاجات بسيطة، ما نجيبش حاجات كتير، فاهمين؟ بس فاحنا ان شاء الله من هنا لحية رمضان نبدأ نحط مع بعض مثلا كل يوم 5 جنيه. نحط مثلا اللي معايا يحطه، حوشت في الاخر مثلا
30 40 جنيه 50 جنيه. تمام، عشان طبعا كل واحد وظروفه يا جماعه. حوشتي 50 جنيه، هتجيب لك برضو ايه، حاجه هتجيب لك حتى الزينه اللي هي الورق دي، ان انت تحطيها في الشقه وتفرحي بيها، والله هتخلي شقتك حلوه. فيديو النهارده خلص، استنوني في فيديو جديد. مع السلامه، كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم. باي باي.